السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اسمحوا لي طولت عليكم. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا درت اليوم المدلوك وقلت نجربه مع خواتاتي، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وخلوا لي ارائكم في كومنتات. كما راكم تشوفوا هنايا راني في طاولة العمل. انا جبت بسينه كما راكم تشوفوا، درت 2 كيلو تاع سميد رقيق، هو القهوة تاع السميد. أنا درت الغرفية الأولى وزدت الغرفية الثانية. هنايا سمحولي المقطعات ما لقيتوش باسكو التليفون حبس. هنايا عبرت 2 كيس، 2 غرفيات تاع الماء، هو نفس الغرفيات اللي عبرت بهم السميد. هنايا درتهم هنايا في الروبو تاعي باش يعاوني باش ما ندلكش العجينه ملاح. المهم هذه وصفه بزاف شابه. دروك نضيفوا الفارينه، وراكم تشوفوا بلي ما درتش الملح نخليه حتى مع تاليه كي نجمع لاباط تاعي، كي نجمعها عاده باش ندير الملح. نزيدوا الفارينه، نلم هذاك الخليط تاعي بالفارينه ونولي معكم. كما راكم تشوفوا لميتها. انا غادي غير باش نلمها، ما غاديش ندلكها بزاف، غادي غير باش نلمها. فوالا ها دروك ندير الملح، نديرها حتى لدركا ونحاول باش ندخل الملح مليح. فوالا هذه طريقة سهلة باش يجينا مسمن ولا المدلوك يشبع. هنا كما راكم تشوفوا جبت صاشي وشمختها بالماء دافي ونلمها هكا ونخليها تريح من 2 حتى 4 سوايع. انا صراحة ما خليتهاش 2 خليتها ساعة، بس راكم عارفين النهار قصير وبغيت باش وليداتي يتقهووا به. المهم هكا وراه مليح. نوخروا البسنة نخدموا على طاولة العمل. شوفوا كي راهي تكسل تحاسبوني دلكته. شوف فوالا نلمها هكا شوية. ونقرضه نديرها كريات صغيرة. دروك ندهن ليديا بالزيت. هي اللي تخليها 4 سوايع ولا 5، مكان لها تدلكه كيما نهارك. المهم هذا هو القوام تاعه. هذه هي العجينة تاعنا. شوفوا كي راهي طرية. كاين اللي يحب المسمن يجي كبير وغليظ يكبر الخبزة، كاين اللي يحبها صغير. انا درتها ماتي شوية. انا غادي نكمل بهذه الطريقة ونعاود نولي معكم.
راني كملت دروك ندهنه بالزيت كعمل فوقه باش ما ينشفليش. نغطيها بدرجونة شوية ونعاود نولي معكم. اسمحوا لي المقطع كما تشوفوا هنايا عندي الدهان حلاني مذوبات وعندي شويه تاع السميد هو اللي خدمت به. خلوا لي ارقام الكومنتات تاعي وعندي الزيت